بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نعيش بركات شهر رمضان، وما أكرم الله به البشرية من إنزال القرآن الكريم، حتى كان هذا الشهر مرتبطا وملتبسا أشد الارتباط وأوثق الالتباس بالقرآن الكريم. فحيثما ذكر شهر رمضان كان ذكره قرين القرآن، بل إن القرآن هو هبة الله تعالى لنا في شهر رمضان، وما خص به هذا الشهر من بركات ومن مزايا إنما هي بسبب وجود هذا الضيف الكبير الذي هو القرآن الكريم. فوجد أن نرتبط مع القرآن الكريم في هذه الليالي قراءة وتدبرا وتأملا ومراجعة، وأن نعنى ونهتم بكل ما يتعلق بالقرآن الكريم. في هذا اللقاء الذي أريد أن يكون مكثفا فيه كلمات يحتاجها الإنسان المسلم الذي يعيش الآن دائما تموجات تطرقه وأفكارا جديدة، وتقدم إليه هذه الأفكار على أساس أنها شيء من التجديد الذي لم يكن الناس يعرفونه، أو شيء من الأشياء التي يجب أن يعرف بها الناس في هذه الحقبة وفي هذه المرحلة. فأقول إن القرآن قدم لنا هذا الكتاب مرات عديدة بأشكال متنوعة. فقد افتتح الله سبحانه وتعالى صورة بهذا التساؤل الذي وجهه إلى البشرية، إلى رسول الله وإلى البشرية، وذلك قوله: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فالقرآن حينما تنزل على الناس وسمعته العرب كانوا في بعض المرات يتساءلون: ما هو هذا القرآن؟ ما مهمته؟ ما مكانته بين كل الكتب السابقة؟ أي إضافة جاء بهذا القرآن؟ فقال الله تعالى باختصار: إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ العظيم بمعنى الخبر العظيم الذي لم تسمع البشرية مثله. هناك كتب سابقة، وهناك رسالات ماضية، ولكن هذا الكتاب هو نبأ وخبر عظيم تحتاجه البشرية وهي لا تستغني عنه. وهذا الاسم صح أن يسمى، أي النبأ العظيم هو من أسماء القرآن إن شئنا، بل إن بعض العلماء وبعض الكتاب سمى كتابا له كتاب النبأ العظيم. وأحد علماء القرآن المحدثين وهو الدكتور عبد الله دراز له كتاب جميل جدا لطلبة العلم اسمه هذا النبأ العظيم، ويقصد به القرآن الكريم. وفعلا إن القرآن الكريم نبأ عظيم وخبر غير مسبوق. طبعا الرسالات السابقة كلها جاءت وأدت رسالتها ودورها في ظرفها، ولكن القرآن أراد الله له أن يكون شيئا آخر. أراد أن يعالج كل إشكالات البشرية. هناك توزع وتمزق كان في الناس، هناك أناس انقسموا على ديانات سابقة، وهذه الديانات أصبح بعضها يكفر البعض وأصبح بعضها يغلط البعض. فاليهود انتحوا ناحية وعكفوا على الجانب الروحاني وتوقفوا عنده، وجاءت أيضا المسيحية وهي مرتبطة باليهودية وتحمل كثيرا من أحكامها، بل إن عيسى عليه السلام لم
ينسخ إلا نحو من 9 أحكام من أحكام التوراة. ولذلك حينما تجدون أن في المكتوب يتحدثون عن العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم هو التوراة تحديدا، أي كتاب اليهود الأكبر هو التوراة، وفيه 5 أسفار، ولهم كتب أخرى وهم يستحدثون تلك الكتب. ليست عندهم مشكلة في أن يقولوا كل مرة هذا كتاب نزل فيما بعد موسى، ويقال إن هنالك كتبا نزلت على بني إسرائيل في جهات من الأرض، منها في المغرب، ويقولون إن هناك كتابا لهم يسمى الزهار ونزل في المغرب في جبل تدغين. هكذا يعتقدونهم، هذا شأن كتبهم. وإلا فلهم كتب أخرى رديف وقرين الكتب ال5 هذه كلها كتب بني إسرائيل، كتب اليهود. والنصارى كذلك لهم كتب، المسيحيون لهم كتب أخرى، ومرت عليها أحوال وأوضاع لا أستطيع أن أتحدث في هذا موضوع واسع جدا. ولكن مع ذلك المسلمون يجب عليهم أن يعرفوه هذا، لأن كل شيء أصبح يقال، لا شيء أصبح يستثنى من القول ومن الكلام. ولكن الذي ليس عنده معرفة يمكن أن تدلس عليه الحقائق. هذا النبأ العظيم الذي هو القرآن الكريم تميز بأنه الكتاب الوحيد الذي نقل إلى الأمة، إلى البشرية بطريقة فريدة، هو التواتر. ما معنى التواتر؟ أي حينما كانت تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك أصحابه الذين يكتبون، وكان هو يقول لهم عليه السلام: اكتبوا قول الله تعالى كذا 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 بعد قول الله تعالى كذا وكذا. فالتنزيل من الله والتحديد والوضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تنزلت الآيات، ثم جمع القرآن كله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى التنزيل وكان القرآن على هذا. ويومئذ أي في حياة الصحابة ضبط وحفظ وقرئ وعبد الله به، أي القرآن لم يكن غائبا. وحينما أراد الناس بعد ذلك، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوع ما وقع من الوقائع، كان عمر يلح على أبي بكر في أن يجمع القرآن، فجمعه في قصة معروفة. وأصبح الناس يأتون إلى اللجنة التي كلفت بالجمع، وكل من جاء بآية يأتي بها ويأتي بشاهدين على أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن كله هكذا تقريبا. فجاء مضبوطا وتلقته الأمة مباشرة وكتبته في زمن عثمان، وتركت الصحف التي كتبت في يد حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا اختصاص وتميز القرآن عن كل الكتب الأخرى، أي الكتب الأخرى لم يقع لها هذا، ولا حفظت ولا ضمنت، بل إن الله تعالى قال: والربانيون أحبار والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله، أي هم استحفظوا هذا الكتاب، أي ألزموا بأن يحفظوا الكتاب. أما كتابنا هذا فإن الله تولى بأن يحفظه، وقال ذلك بأوثق خطاب، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليس في القرآن آية مؤكدة أكثر من هذا، ليعلم الناس أن القرآن لن يتغير. ومنذ ذلك الوقت هو ينقل إلى الناس جيلا بعد جيل، ويصل الآن إلى الأمة. حينئذ كان الآخرون يتوقعون أن يكون للقرآن المصير الذي كان للكتب الأخرى. تعرفون أن سنة 325 في تاريخ المسيحية كان للناس مئات الأناجيل، كانت لهم نحو 300 إنجيل، وجاءوا وجمعوا ذلك في 10 في 4، والآن يقرأ المسيحون 4 أناجيل، لا يقرؤون إنجيلا واحد. لا يستطيع أن أحد يقول بأن الإنجيل الذي يقرأه هذا يقرأه الآخر، مستحيل. هذا يقرأ إنجيل متى، وهذا يقرأ ينكرون إنجيل برنابير، وهؤلاء كلهم يعرفون أن الأناجيل مختلفة. لكن الميزة الكبرى هي للقرآن الذي حفظ. ولذلك كتب المستشرقون فيما بعد كتبا كثيرة يحاولون التشكيك في صحة القرآن وفي تواتره.
والذين يأخذون هذه الأفكار دائما وينقلونها ويسوقونها هم الذين لا يعرفون تاريخ القرآن. تاريخ القرآن عندنا واضح، لأننا نقرأ القرآن بالسند الآن من الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقولون. فلو أن إنسان أراد أن يغير آية واحدة من القرآن وقرأ ذلك أو طبعه في مطبعة في الصين لقال الناس له لقد أخطأت ولقد زيفت. القرآن محفوظ، وهو بماذا هو محفوظ؟ بالتواتر، أي بالجماعة التي تروي. ولذلك هؤلاء الذين يقرؤون القرآن الآن ويحفظون وأنتم تكونون وراءهم تسمعون، الأمر ذلك ليس سهلا. بعض الناس لا، هذا لا، ما أصعب مهمة يؤديها هذا الإمام هو أنه يحافظ على التواتر ويجعلك تسمع القرآن صحيحا. الإمام الذي تقرأ الآن وراءه تسمع القرآن متلوا مجلوا بحركاته، وليس ذلك سهلا. والأمة يجب أن تعطي هذه الوظيفة أهميتها، لأنه طبعا هذا لا يزول من حياة الأمة الإسلامية، ولكن لو زال لكان ذلك أمرا فظيعا. إذن فهذا القرآن من حيث هو نبأ عظيم. ثم إن هذا القرآن قال الله تعالى فيه قولا آخر: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذه أحكام قرآنية على القرآن. الجن جاءوا واستمعوا، وصرف الله إلى محمد نفر من الجن يستمعون القرآن، والجن هم أعرف من البشر وأقدر في معرفة اللغة البيان. فلما سمعوا القرآن ولما سمعوا قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. هذا قرآن عجب، أي الجن التي لها هذه المهارة ولها وتوصف بما توصف به عجبت من جمال القرآن ومن جودة معاني القرآن ومن أحكام القرآن. وقالت عن هذا القرآن إنه يهدي إلى الرشد، أي الرشد حينما يطلب الإنسان يجده في القرآن، بمعنى أنك حينما يأتيك إنسان بشيء خارج نطاق القرآن فإنه لا يدلك على رشد مطلقا، إنما يدلك على شيء من الأشياء التي تضيع فيها البشرية. كان الناس دائما يقفون ضد، أو بعض الناس وقفوا ضد أحكام القرآن. لا، الربا لا يجب أن نقول الربا حلال، لأن الزمن تطور وكذا وكذا. تطور الزمن ونفذ الربا وأغرقت شعوب الآن تعاني من الربا. كلمة من صحت؟ كلمة التي صحت هي كلمة القرآن الذي قال هذا الربا هو ظلم للبشرية. هذا الربا يمكن أن يسعد به الأغنياء لأنهم يستغلون الفقراء، ويستغلون الفقراء في حالة الضائقة وفي حالة الفقر. من يحتاج إلى أن يستدين؟ هل يستدين القوي؟ يستدين إنسان لم يجد ما يعالج به زوجته، يستدين إنسان مثلا ليتابع دراسة أبنائه، يستدين. وكلما استدان أخذوا منه الدين وزيادة، والدين كان شيئا قاتلا. تاريخ الربا وتاريخ البشرية كلها أن البشرية كانت تنتهك حقوقها بالربا. ونحن حينما كانت الاستعمار يتقدم إلينا بطيئا إلى المغرب، كان من جملة ما فعلت فرنسا أنها أدانت المغرب أو أعطته وأقرضته 60 مليون. ثم بعد ذلك كانت هناك مشاكل وكانت هناك فتن، وكانت فرنسا نفسها تحدث هذه المشاكل، فأصبحت الدولة عاجزة عن أداء هذه 60 مليون. تقول فرنسا ما غاديش نستناكم إلى ما لا نهاية، يجب أن تؤدوا لي هذه 60 مليون، ولأجل أن أضمن هذه 60 مليون يجب أن أكون أنا متحكمة في الموانئ، متحكمة في الموارد المالية، متحكمة في. فدخلت فرنسا ب 60 مليون. 60 مليون خلصنا فيها شحال ديال البشر وشحال ديال المتاعب. هذا هو الربا. الربا جربه الأوروبيون الذين كانوا يدافعون عنه. هل لو ذهبتم الآن إلى الناس في اليونان لتبشرهم بأن الربا حسن هل سيقبلون؟ اليونان في خسارة وفي كارثة بسبب الديون التي أحاطت بها من جيرانها ومن أصدقائها ومن إخوانها، ومع ذلك فقد مد الأوروبيون إليها اليد، لم يتركوها. أما لو كان دولة أخرى كانت انتهت، خرجت من التاريخ. في أوروبا، في أمريكا، في إسبانيا، هذا الدين العقاري أو الرهن العقاري كلها ديون. إذا كلمة القرآن دائما بكيفية مختصرة هي الهداية. هذا القرآن يهدي إلى التي هي أقوم. كلما وجدت طريقتان أو ثلاث فالقرآن يهديك إلى التي أقوم. يجب
من خلال كل هذا أن نثق بالقرآن وبتوجيه القرآن وبهداية القرآن، فلن يعطيك إنسان أفضل مما أعطاك القرآن، كن على يقين ذلك. والذين يعبثون بالناس ويستقطبون الناس ويلعبون بهم كما لعب بهم أصحاب القروض الربوية فإنما يريدونهم لمصالحهم لا لمصلحة البشرية. إذا جاءك إنسان يبشرك بأنه سيكتشف وسوف نصل إلى حالة نقول فيها إن العلاقات بين الرجل والمرأة هي علاقات يجب أن تكون رضائية غير واردة، ليست محكومة بعقد شرعي، أي امرأة مع رجل يلتقيان في أي مكان ليس عموميا، في مكان خاص في منزل أو في فندق، فهذه العلاقة مشروعة ما نتكلموش معها. أين هو معنى الزنا؟ مع من تتحدثون؟ هل تتحدثون مع أمة المسلمة؟ اعتبرونا أننا مسلمون. إن عندنا مجموعة كبيرة من النصوص لا تعرفونها أنتم أو لا تحترمونها، ولذلك أنتم في الحقيقة تصعقون شعورنا. من يقول هكذا في الحقيقة يصعق شعور المسلمين. لو كان الإنسان كيفما كان متعاطيا للزنا منغمسا فيه فإنه لا يحب لبنته أن تكون زانية، ولا لزوجته أن تكون زانية، ولا لمرأته أن تكون. ثم ما هي القيمة المضافة التي نجلبها للمرأة لما نقول لها هذا؟ لماذا؟ أي فائدة في هذا؟ هل شيء يضاف إلى المرأة؟ الناس نعطيها الإرث، نعطيها ثم نقول لها آلك أن تكوني مستباحة يأتيك الرجال فيدخلون ويخرجون لصالح من؟ هل لصالح الرجال؟ هذه العقد هو حماية للمرأة أساسا، لأن الرجل حينما يقول شيئا نقول له أنت إذا أردت أن تطلق كما تزوجت، ونفرض عليك متعة الطلاق، ونجري عليك أحكام النفقة، ونجري عليك أحكام الأطفال والأولاد، مجموعة كبيرة تترتب عن ذلك العقد. لا نقلع العقد، ما كاين شي حاجة فيها مصلح بشري، عقل واحد، بقية ديال العقل في هذا الكلام هذا، إلا إذا كنا نريد أن نجعل الناس مستباحين ونكرر تجارب التاريخ. هذا وقع عند الفرس والمزدكية. هذا دين، هذا هو مبدأ مزدكية. دين كان يقول بمشاعة الجنس، وقال هذا مزدك كان يقول للناس إن الناس إنما يختلفون بسبب المال والنساء، فلنجعل كل ذلك مباحا، ففعلوا ذلك، فأصبح الناس يهجم الرجل على بيت رجل وعنده زوجته فيقول هذه الزوجة لا يمكنك أن تختص بها، أنا أيضا. ودخل الناس وقعت فوضى، فأدرك الفرس أنهم دخلوا في حالة من الارتباك، ثم عمدوا إلى المزدكية وقرأوا على هذا الشيء. قرأوا، ما يعتبروش الأشياء ديال الخرافات والمحاجيات اللي معنا ما نديروا بها. قرأوا هذه الأشياء لأن هذا شيء سيواجهنا، ويجب أن يواجهنا، ولكن يجب أن يجد عندنا جوابا بأن هذا شيء خطير لأننا سوف نأتي إلى أمة يتعاطى فيها الناس هذا الزنا، ويولد آلاف من الأطفال أو يقتلون بطريقة أخرى وهي الإجهاض، ومن خرج من هؤلاء سيقذف إما للشارع أو إلى دور. شنو هذه المصايب هذه؟ شنو نربح؟ الحرية هذيك حدي؟ احنا باغيين الحرية، ولكن باغيين حرية أخرى. احنا ما باغينش حرية المشاعر الجنس، نريد الحرية التي يستفيد منها الناس. حريتنا في أن يكون لنا كما للآخرين حقوقنا، وخلونا من هذا الهدرة هذه ديالك يقولوا ما تلفش احنا نشوفوا هكا ثم توجهون لجهات أخرى. وهؤلاء هم الذين أفلس مشروعهم في الحياة الدنيا، ولذلك هم يقولون. والأمة يجب، احنا ما نقولوش، يجب على الأمة أن تقول كلمتها. احنا مسلمين، ما يمكنش احنا نصلي الآن ونتعدوا على القرآن الكريم. نحن الآن في المسجد نصلي، نتهجد، نتخشع، ونحن مع القرآن نصا وروحا. لذلك هذا كله يجب أن نستحضره، ونحن نقرأ القرآن الذي هو ليس كتابا فقط للثواب وللأجر، أو لنقرأه على الأموات، وكتاب لنحيا به ونعيش به. فلذلك هذا هو المقدمة، هذا هو الشيء الذي يجب أن نعتقده ونتفاهم ونتكلم فيه. أي كي تكونوا تكلموا في هذه الأشياء، ماشي نتكلموا هذا تكلموا لنا على الرياضة عمرها ما تكمل. فريق اسباني غير شيء غير بوتلي شيء يطلع حتى تقوم الساعة وما هكا. ولكن نحن الآن إلا طحنا ما نوضوش. الفريق إلا طاح ينوض،
ولكن الحضارة والأمة كي تنوض ما تطيح، ما غاديش تنوض، لأن الذين يفعلون هذا يستغفروننا. قل كذوك راهم مغفلين، خلينا نديروا لهم في هذه المشاكل هذه. على كل حال نحن نقول إن هذا القرآن هو هكذا حصننا وحياتنا وقيمنا التي نحن الناس يتحدثون عن القيم. القيم لابد أن ندافع. ايش هي القيم هذه؟ القيم عندنا ليست أشياء فضفاضة علماء. القيم هي آيات ونصوص شرعية يجب أن نلتزم بها، ومن هذه القيم العفة وعدم الزنا. ماذا فعل القرآن إلا أنه صور لنا حياة شاب فيه قوة وعنف، وهو يوسف عرض عليه الزنا فرفض. هذه حياة، لأن القرآن ينشئ الناس على هذه العفة. وحين كان أمام العقوبة لبث في السجن 10 سنين، خرج من القصر إلى السجن وما ندم، فقط لأنه نجا من الزنا. هذا بناء القرآن. وأنت الآن تحشر الناس وتجمعهم، لأن المشروعات التي كان للآخرين أفلست، لم يعد للناس مشروع يتحدثون عنه إلا هذه الأشياء التي طبعا يتابع فيها الغواء العامة، والأشياء الذين لا يفكرون في عواقب الأمور يمكن أن تدغدغهم هذه. إذن هذا الأمر الأول. هذا القرآن لأنه عظيم ولأنه كبير ولأنه هو المدافع عنا، لا نحن من يدافع عنه. هو الذي نرى أن الناس الآن في أوروبا بعضهم أصابهم شيء من السعار، الجنون، يخرجون يوميا ليحرقوا مصحفا في هذه المدينة أو تلك. هذا أمر يمكن أن يفعله المسلمون، أن يحرقوا التوراة أو الإنجيل. نحن لا نفعل ذلك، نحن نحترم الجميع. ولكن لأي سبب يخرج هذا؟ ما علاقتك أنت بالقرآن؟ إذا كنت أنت في دولة أوروبية شرقية، ما علاقتك بالقرآن؟ في أي شيء ضايقك القرآن؟ ماذا في شيء أساء إليك؟ القرآن هو الذي يربي الناس، هو الذي يهذبهم، هو الذي قرب إليك الخير. حتى أنت الأوروبيون استفادوا من هذه القرآن في الحضارة، في البناء، في كل الأشياء. لما كان القرآن يتحدث عن الرحمة، كان يتحدث عن الرحمة بالجميع، الرحمة بالحيوان. نحن علمناهم الرحمة بالحيوان قبل أن يتحدثوا معنا وتصبح لهم بعد ذلك جمعية الرفق بالحيوان. على كل سبب هذا، قلت هذا السعار وهذا الجهل، هو أنهم عرفوا بأن هذا القرآن هو المشكلة الكبرى، وهو الذي يقف سدا حاجزا دون أكل هذه الأمم الشعوب الإسلامية والتهامها. هذا القرآن علمنا كيف دافعنا عن أرضنا وأخرجنا أكبر القوات التي كانت في البلاد الإسلامية، كانت قوة ضاغطة وعارمة وعندها سلاح، وأخرجناها بالقرآن. من أخرج فرنسا من الجزائر، من المغرب، من تونس، من هذه البلاد كلها؟ من أخرج بريطانيا؟ هو تمسك هذه الأمة بدينها وأيمانها بأن عليها أن تضحي، فضحت فاستقلت، ولولا ذلك لكانت قد ضاعت. فالمشكلة الآن لاحظتوا، الآن الأوروبيون يعرفون أنهم والأمريكيون أنهم خسروا كل شيء في الشرق العربي، وخرجوا مدمومين مدحورين من العراق ومن أفغانستان ومن هذه شعوب لا تجد حتى ما تأكل. ومع ذلك ليست سهلة، لأن القرآن هو الذي يعطي الإنسان هذه خاصية الاستعصاء إذا فهم القرآن. أما إذا لم يفهمه بقى يقدر يقرأ على الجنائز هذه الأخرى. فهذا هو الذي يجعل هذا القرآن يجعل الأمة عصية. وكان قديما كان سير جلادستون، واحد وزير خارجية بريطاني، قام في المجلس العموم البريطاني ويقول لهم بكية واضحة، يقول لن نتغلب على هؤلاء المسلمين إذا استمر هذا القرآن فيهم، إذا بقي القرآن لن نسحقهم ولن نستوليهم. والناس كانوا يجهلون. أوروبا الآن فوجئت بتعامل المسلمين مع هذه مؤسسة تجارية هابطة، كانت تنشر جرائد شارلي إبدو وأساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما نجا واحد ممن أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العالم كله. أي هؤلاء الذين أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دحروا. أين هي هذه؟ هل تستطيع الآن أن تنشر شيئا آخر؟ في دول أخرى قالوا له كفوا عنا فإن شيئا كثير من الضرر لاحقا. شعوب إسلامية كرهت
هؤلاء الذين كانت تعتقد أنهم يمثلون الحرية والحضارة والتسامح، كل شيء في حياة الأمة الإسلامية انقلبت، وأصبح الناس يقولون هذا عيانا، لأن هذه الأمة بدينها هي هكذا، بغير دين تفعل بها ما تشاء، بغير دين تفعل بها ما تشاء. لذلك أقول بكلمات مختصرة، وهذا يحتاج إلى كلام أطول، إن هذا القرآن لا يمكن إزالته، واقتلاعه مستحيل، وهو دائما يزيد لا ينقص. في هذه المدينة وفي غيرها في السبعينات ما كانش عندنا هذا العدد من القرآن. الآن الحمد لله عدد الذين يحفظون القرآن ذكورا وهو في امتداد وفي انتشار، وعندنا قراء وعندنا طلبة شباب يحصلون على جوائز قيمة في العالم الإسلامي. هذا شيء مهم جدا ويجب ولكن أن نكون حاضرين فيه، مش متفرجين. المتفرج لا يفيد في التاريخ، ما يصنعش التاريخ. هذا شيء موكب، أنت وأولادك وأصدقائك وكذا يجب أن تكون في هذه الرحلة، دي رحلة النور، رحلة توسيع دائرة القرآن، يجب أن يكون الجميع مساهمين فيها. إذن هؤلاء امتنع عليهم، فأصبحوا الآن يلجؤون إلى هذه الشباب غير مؤطر دينيا، إلى الذين دخلوا وإلى بعض المؤسسات الثانوية والجامعية وهم يحملون في أنفسهم جهلا كبيرا بالإسلام، وأصبحوا يوعزون إليهم بأشياء. يقول أحدهم القرآن انتهى دوره لأنه كان يؤدي رسالة للقرون الأولى، أما الآن فقد وقعت تطورات، لأن القرآن احنا استغنينا عليه، ما بقاش، مش كناش محتاجينه. وهذا سموه دين أو سموه طريقة تفسير التاريخاني. التفسير التاريخاني للتاريخ والإسلام هو ده، أي الإسلام أدى دوره، مش حدو يوصل القرن الخامس ولا صافي، بعد القرن الخامس نديروا كيف. وهذا نوع من محاولة إقبار القرآن والإسلام في زمن معين، وطبعا كل هذا باطل لا يحتاج إلى أن ندعو إليه. القرآن أنزله الله تعالى ليبقى مع الإنسان إلى نهاية الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة ساعة كهاتين. الإسلام متلازم مع الساعة، غايتهن مع راسك، وهذا تعتقده الأمة وتعمل به وتحافظ على دي. ما غاديش يجي واحد ما يقول له صافي سلينا مودرن ولا ما الإسلام ماشي هو سيارة ولا تبغى تبدلها ولا دار ولا لا، هذا دين تسمع فيه تغرق. فجاءت دعوات من كثيرة من هذا القبيل، والشباب يعرفها بعض المرات، تحتاج كما قلت إلى كلام. أنا أقول جزئية واحدة. في هذه السنوات أو في هذه السنة تحديدا وجدنا أناسا لم يتفق لهم أن درسوا الشريعة ولا عرفوا الشريعة ولا عرفوا اللغة ولا عرفوا شيئا ما. هم يقولون لماذا نحن الآن محتاجون إلى قرآن حدثي وسنفسره لكم، وهؤلاء العلماء إنما كانوا يخفون وكانوا لا يعرفون الحقيقة، نحن عرفنا الحقيقة، وإحنا اللي غادي إن شاء الله نفسر لكم التاريخ، نفسر لكم القرآن. هؤلاء كل واحد منهم هو أشبه بمسيلمة الكذاب. هؤلاء مسيلمات هؤلاء هذا العصر. لماذا؟ لأن القرآن ليس من السهولة ومن اليسر بحيث تقفز عليه وتذهب به إلى حيث شئت أبدا. كن على يقين بأنك لن تفهم هذا القرآن إلا بعلم صحيح. الصحابة وهم عرب خلص، جاء القرآن في بيئتهم وكان رسول الله حاضرا، كان بعضهم لم يفهم القرآن، بعض الآيات لم يفهموها. وأبو بكر وعمر فهما، أشكل عليهم معنى وأبا، متاعا لكم معنى الأب، وسأل عنها عمر في المنبر قال ما الأب ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف، لم يعرفها. جاء الناس إلى ابن عباس يسألونه وهم من العرب، وهذا نافع بن الأزرق، قرأوا المسائل ديال ما تبقاش يلعبوا عليكم الدراري. نافع بن الأزرق جاء يسأل ابن عباس في 100 مسألة من اللغة في القرآن، قال عندي كلمات لم أفهمها. فصار ابن عباس وهو ترجمان القرآن يفسر له هذه الكلمة. ما هي الكلمة التي أشكلت عليك؟ يقول وقال الله تعالى أو يأخذهم على تخوف. تخوف، ما التخوف؟ احنا الآن نعرف التخوف، ما احناش نعرف. قال ابن عباس التخوف التنقص. فيسأله نافع بن الأزرق، وهذه مسائل ابن الأزرق راه موجودة الآن في مطبوعة كتب خاصة. قال يقول العربي، يقول الشاعر العربي تخوف الرحل منها
تامكا قردا كما تخوف كف النبعة السافن. فصار يسأله عن الكلمة العربية ولا يعرفها، ثم يجيبه عنها، ثم يستشهد عليها ببيت من الشعر العربي. كفى بذلك. إذن هذه حجج. ما إذا حتى هؤلاء الذين كانوا عربا خلصا في الزمن الأول كانت بعض الأشياء لا تند عنهم، لا يستطيعون. إنما كان الذين يستطيعون هم الذين أعطاهم الله هذا العلم كابن عباس، وشهد به ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعضهم يقول هذا قال ابن عباس، ما ابن عباس شهد له النبي، انت شكون اللي شهد لك؟ ابن عباس شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وقبلت الأمة وسمي ترجمان القرآن، وانت ايه حبر الأمة، وانت شكون؟ من شهد لك؟ غير الوقاحة وصافي. هذا الشيء كاين سميتو الوقاحة. لأن الإنسان حين يقول أنا ما نآمنش بابن عباس، وأنا ما نآمنش بأينشتاين، أنا ما نآمنش بأرسطو، أنا ما نآمنش، شكون طردنا الخواء؟ هؤلاء كل واحد له مكانه في تخصصه فنحترمه ونحترم تخصصه. من الصحابة الكبار معاوية بن أبي سفيان كان كاتبا من كتاب الوحي، وكتاب الوحي الذين كانوا يكتبون لرسول الله أكثر من 40 كاتبا، ومنهم معاوية. ومعاوية طبعا عربي ولصيق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة يستدعي ابن عباس ويقول له إن أمواج القرآن ضربتني البارحة حتى كدت أغرق أو حتى غرقت. أمواج القرآن ضربتني البارحة، آيات لم أعرفها. وجاء وسأله قال هذه آيات تتحدث عن يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال معاوية كيف هذا نبي يونس بن متى يكون نبيا ويظن أن الله لن يقدر عليه؟ هل الله تعالى عاجز حتى لا يقدر على إنسان؟ أنا أشكل علي هذا، أشكل على ماشي لي كنت قريت أنت العربية في وسائل الإعلام اللي ما عندها عربية. لا، قال كيف أن نبيا يظن أن الله لا يقدر عليه؟ فقال له ابن عباس ليس الأمر كما ذهبت، لأن هذا الفعل قدر يقدر بمعنى أو يقدر بمعنى ضيق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر عليه ضيق، فقد لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، ماشي لن تكون لنا عليه قدرة. وذهب هذه فعل واحد ذهب في اتجاه ورده ابن عباس بأن هنا المراد هو أنه ظن أن لن يقدر عليه. لماذا؟ لأن يونس خرج من قومه وخرج بعد أن دعاهم فلكنهم لم يستجيبوا فغضب عنهم فخرج ذهب مغاضبا، غاضب قومه، غضب منهم وترك، وقال إن هذا الأمر موكول إلي بما أنني لم يستجيب للناس فلا أخرج. فخرج فركب في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم. حينما كان في السمك في بطن السمكة دعا بهذا الدعاء الذي تعرفونه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء لا يدعو به مكروب إلا فرج الله كربته، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالتقمه وقذفه بعد ذلك الحوت وأنجاه الله تعالى من ظلمات المتراكبة. لكن المهم أنه ظن أن الله لا يقدر عليه، بمعنى لا يضيق عليه أي يسمح له بأن يخرج أو لا يخرج، لأنه لم يستأذن. لأن النبي حينما يخرج بإذن الله ويدعو بإذن الله، فهو هكذا فهمه وذكر الله هذه الآية. ولكن الذي يعنينا أن هذه الآية فيها فهم وقع للناس فهم. فعلى كل حال لا أريد أن أذكر لكم أشياء كثيرة مما يتحدث به الناس، والذين يجلسون إلى الناس ليبينوا لهم ويذكروهم ويذكروهم، في بعض المرات ليس لهم علم حقيقي أو عميق باللغة العربية، غير العربية، هذا علم من علوم القرآن. والذين يتحدثون عن العربية ماشي العربية اللي تكلم أنا نعرف العربية، ما تعرفش العربية، ما احناش نعرف العربية، فين قرينا العربية؟
فنحن نقرأ العربية، تقرؤونها في الكتب الكبيرة، في مصادر المعرفة، في مصادر اللغة، لا تعرفون. أنتم تقرأ واحد من مجموعة ديال الأناشيد وصافي وتسمي تحسب روحك قريت العربية، ما تقريتش العربية. هؤلاء الذين يتحدثون بكل بساطة يقول لك فلان اعتذر عن الحضور، شي واحد لغاولو ما جاش اعتذر عن الحضور. ما معنى هذا في العربية؟ معنى جاء واعتذر، جاء قال لهم سمحوا لي اني جيت، كان ما خصنيش نجي، عرفتوا؟ هم يريدون ان يقولوا شيئا اخر، ما بغاش يمشي، اعتذر عن عدم الحضور. والناس يقولون لا في هذه الحادثة وقعت ليلة الخميس. شنو ليلة الخميس؟ هي الأربع في الليل ماشي. أما هذيك اللي باغي تقول هذيك الخميس ليلا، إن احنا اللغات لا تستقيم على ألسنتنا، في وسائل الإعلام فيها القناطر مقنطرة من الأخطاء اللغوية. وكيف هؤلاء الذين لا يسلم لهم العربية هم يدعون بأنهم يقرؤون اللغة العربية ويستطيعون أن يتعاملوا معها؟ أبدا. فلذلك أقول إن لنا الآن نحن في حاجة إلى أن نتعلم علوم القرآن ولغة القرآن ونغوص مع القرآن. والقرآن الحمد لله الأمة الإسلامية خدمت هذا القرآن خدمة كبيرة. الآن في الناس راهم في الجبل يقرؤون القراءات القرآنية، أنتم ما تعرفوش ماذا يعانون، ولا نحن نسمع بهم ولا نشعر بهم، لأجل أنهم يريدون أن يحفظوا لهذه الأمة القراءات القرآنية كما جاءت، كما حافظ عليها المسلمون. فهؤلاء الذين انتهى بهم هذا الأمر يحاولون أن يتدخلوا في المعاني ويقولون في القرآن بما يشاء. واللي قال لك شي حاجة قول له صعب مزيان. هؤلاء يقول الواحد منهم عن يوسف ولقد همت به زيد وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يجلس في القبر. وأما يوسف فقد هم بكذا وكذا وكان كاد يزني. لا، إذا كان يوسف سيزني فقط منع من ذلك فما هي فضيلته؟ هذا نبي. هل هذا يكون نستطيع أن نقول إنه قدوة؟ لا. معنى أراد أن يزني ثم بغته؟ لا. ولقد همت به العربية كي تقراها، وهم بها لولا أن رأى برهان. السر ماشي تم في لولا، بمعنى أنه لم يهم بها. لأنك تقول لإنسان كي تقرأ عربية وحروف العربية حروف كثيرة، لقد غرقت أنا، تقول له أنت مثلا كنت تغرق وجاء واحد وسلك، تقول لقد غرقت أنا لولا أنك أنقذتني. إذن فبما أنك أنقذتني لم أغرق، فالغرق لم يقع لأنك أنقذتني. شتو استعمل العربية شنو هذه لولا؟ هي أداة امتناع لوجود، هكذا يسمونها في العربية، أداة امتناع. فحينما تقرأوا الآية تقرأوها على هذا الأساس، أن يوسف لم يهم أصلا، لولا هم لولا أن رأى برهانه، فلما رأى برهان ربه لم يهم بذلك. وعلى كل حال هذا كلام طويل، إنما أقول لكم إننا الآن محتاجون إلى قدر كبير من المعرفة والعلم، وأن نتهيأ لما سنسمع من جهات أخرى من محاولات لصد الناس عن القرآن الكريم وعن هدي القرآن. وسنسمع دائما برامج كثيرة، لأن القرآن أصبح الآن هو في دائرة الاستهداف، هو المستهدف الأول، ومعانيه وأحكامه. بقاوش تتبعوا هذه المسائل. مات واحد السيد يمشي فقير مع عمر ما قرا، مسكين قتل كيف قدر. شنو هذه قتل كيف قدر؟ هذا معنى واحد آخر. كان القرآن هذا نظر فعبس فبصر أدبر واستكبر. قتل هنا دعاء عليه، ماشي هذا اللي مات. وغير معنى أن الإنسان هذاك مات المسكين مات الله يرحمه قتل كيف قدر. جبت هذيك هذه الآية لأننا بعاد عن قراءة القرآن وعن تأمل القرآن وتفحص القرآن. والحمد لله هذه الوسائل التواصل الآن وكثرة المعرفة وعموم المعرفة لا شك أنها ستزيل عنا هذا. ووجود هؤلاء الشباب هم الآن هم الأمل. ولكن ما تمشوش تكلخوا راسكم، راه الإسلام شيء والتكلاخ شيء. فهمتوا؟ اللي بغى يمشي الإسلام ها محمد صلى الله عليه وسلم، ها الصحابة ديالو ويتبع. مشى شي حاجة أخرى ما راش مضمون. دائما العصمة مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع الكتاب والسنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.